السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد. اعملي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو انت مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اظن الجواب باين من عنوانه، اظن باين قد ايه انا هعمل كيكة يعني. كل المقدار اللي قدامكم ده معروف والمكونات دي معروفة، بس عمرك ما عملتها بالطريقة اللي انا هعملها بيها النهاردة دي. يعني قلة اللي عملوها بنفس الطريقة. انا ما شفتش حد عملها بالمقادير دي قبل كده، فممكن مش براءة اختراع مني يعني، بس ما شفتش حد يعني عملها. فكيكة سهلة جدا، بسيطة جدا، لذيذة جدا، ببرتقانة واحدة ممكن تعمليها. بصوا، وبيضتين، وممكن بيضة واحدة تكفيكي كمان. انا هقول لك بقى المقادير المظبوطة بالظبط. معايا كوبايتين دقيق، دول نخلاهم اللي انا بعمل فيهم حاليا، عليهم بالظبط 4 معالق صغيرين بيكنج باودر. انا حطيت بالبركه كده، بس انا ايه، عارفه المعيار يعني، وانتوا هتشوفوا الطريقه في الاخر الاسفل النتيجه. فمعايا كوبايتين دقيق، عليهم 4 معالق صغيرين بيكنج باودر او كيك شيف، عليهم ذره ملح. تمام كده، وهنقلبهم مع بعض ونركنهم على جنب. هنيجي بقى للخليط اللي هنحط في الخلاط. معايا انا هحط 3 بيضات لان ولادي ما بياكلوش البيض في الحقيقه، فانا عايزه ادعمها لهم زياده، يعني عايزاهم ياخدوا البيض، فهكتر البيض للكيكه بتاعتي. انت ببيضه واحده ممكن تعمليها، تمام. ببيضتين هتعمليها، الانسب ليها حاجه البيضتين، بس عايز تكتري زي القيمه الغذائيه بتاعتها اعملي 3 بيضات زي ما انا عملت كده. حطيت ال3 بيضات في الخلاط، وطالما حطيت البيض يبقى هنزل عليه على طول بتذكرتين فانيليا ومعلقة كبيرة خل. الخل بيشيل الزفارة وبيخلي الكيكة بتاعتك فاتحة. معايا كوباية سكر بيخلي المقدار مظبوط. عايزة تزود السكر سيكة هتحطي معلقتين كبار، ماشي، معلقتين كبار مليانين سكر لو انت بتحبها مسكرة. معايا نص كوباية عصير برتقال مصفياه، عصرة برتقال على العصيرة البلاستيك دي ومصفياه، وعليهم اقل من نص كوبايه زيت. يعني لو عندك ربع كوبايه زيت شغال برضو، نص كوبايه شغال، مش اكتر من كده. فانا دلوقتي حطيت السكر وهضربهم بقى ضربه كويسه في الخلاط لحد السكر ما يدوب معايا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هنوريهولكوا دلوقتي برضو بعد ايه، بعد ما ضربته ضرب كويس لحد ما السكر داب. لازم السكر بتاعك يدوب، علشان لو ما دابش هيدوب في الكيكه وهيغمقها لك من جوه لما في الفرن يعني. فده الخليط بتاعي بقى السائل، نزلت بيه على الخليط الجاف بتاعي اللي هو كوبايتين دقيق، عليهم 4 معالق صغيرين بيكنج باودر او كيك شيف، وعليهم ذرة ملح، ونقلب كله مع بعضه. حطيت إيه في الخلاط؟ حطيت 3 بيضات، معاهم نص كوباية عصير برتقال، كوباية سكر، نص كوباية زيت عشان ما حيركوش يعني في المقدار، نص كوباية زيت، وضربتهم كويس في الخلاط. وطالما في بيض يبقى حطيت معلقة كبيرة خل وتذكرتين فانيليا، وضربتهم كويس لحد ما السكر داب معايا. وشايفين الخليط على الرغم ان هو برتقان يعني المفروض لونه يبقى اصفر، شايفين الخليط اظن قدامكم لونه فاتح ازاي وحلو ازاي اهو. يعني الصورة بتتكلم عن نفسها، انا مش هقول لكم. انتوا شايفين قدامكم الخليط لونه فاتح جدا بفعل ان احنا ضربنا حبة حلوين في الخلاط. واللهم صل على سيدنا محمد. وحطينا معلقة خل بتشيل الزفارة وبتساعد في ايه، بتفتيح اللون. شايفين الخليط بتاعي بنزله يا دوب بيعمل علامة وينزل على طول. لازم يعمل معاكي علامة كده خفيفة ويسيح على طول، يعني ثانيتين كده بعد كده تسيح. تمام، بتشوف الخليط اللي بينزل ثانيتين وبعد كده بيندمج مع ايه. انا اسفة يعني، بس انا مش عارفة اوضحها لكم. في رب تكون الصورة افادتكم يعني، وتكونوا انتوا فاهمين قصدي. بس بقى خلصت المقدار، مش هقلب فيه كتير عشان ما اطلعش بيه الهواء. ولازم تقلبي في اتجاه واحد. قبل اصلا ما ابدا شغلي في الكيكه خالص انا مسخنه الفرن، مولعه الفرن بتاعي درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. الفرن شغال من تحت بس قبل ما اشتغل. تمام، قبل ما تشتغلي لازم الفرن بتاعك يكون سخن قوي قبل ما تبداي تحطي فيها الكيكه بتاعتك على الرف الوسطاني. جبت بقى الصينيه بتاعتي اللي انا احط فيها في الفرن، دهنتها حطيت نقطة زيت فيها كده، ومسكت الفرشة ومسحتها في الصينية بحالها، وبطنتها كده بمعلقة دقيق، وبدأت أقلب الدقيق على الجناب وعلى الأرضية عشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش، لأن الصينية دي صينية ألمونيوم فممكن تلزق معاك الكيكة. بطنيها تبطينها حلو عشان خاطر الكيكة بتاعتك ما تعملش معاك. وبعد كده انفضيها، ابداها تنفي الرخامة وشيل الدقيق الزايد اللي فيها. هجيب بقى الخليط بتاعي وانزل بيه في الصينية.
اهو بصوا شايفين، يا رب القوام يكون باين قدامكم. ولو لقيتيه اخف من كده ممكن تزودي معلقتين دقيق، ولو لقيتيه اتقل من كده زودي معلقتين عصير برتقال، او معلقتين لبن عادي لو العصير برتقال خلاص يعني. برتقانه واحده بس هتقضي الليله معاكي يعني. نزلت بقى بالخليط بتاعي كله، همسك بقى الصينيه دي اعلمها الادب دلوقتي، ههبتها شويه هبدات في الرخامه. طب ليه الهبدات؟ عشان اطلع فيها الفقاقيع الهواء. المسامات بتاعت الكيكه بتاعتي ما تكونش منفوخه جامد يعني، تكون حاجه بسيطه كده. اهو يبقى ده 15 16 هبده كده علمها الادب، عشان الفقاقيع اللي جوه تطلع وتبقى المسامات صغيره. خلاص شايفيني بعلمها الادب ازاي، مش خبط جامد يعني. ادخلها الفرن بقى وتعالوا نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. شايفين الحلاوه؟ الحته اللي محفوره في النص دي انا كنت بختبرها بخله، ولقيتها لسه زي ما هي، كان سبتها في الفرن حوالي، خدت حوالي في الفرن ساعه الا تلت بالظبط. تمام، انتوا 35 دقيقه وبتختبريها بايه؟ بخله. وبعد ما استوت وتأكدي انها استوت ولعت عليها الشوايه من فوق، انما الشوايه ما كانتش متولعه من الاول، لازم من تحت بس، وتكون الكيكه بتاعتك على الرف الوسطاني علشان الكيكه بتاعتك تطلع ناجحه 100%. ومقادير الكيكه بتاعتك كلها لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. ما ينفعش تطلعي الحاجه من التلاجة زي العصير زي البيض وتعملي بيه الايه الكيكه بتاعتك، هتفشل منك هتفشل منك. انا هقطعها بقى، اقطعها بالطريقه اللي تناسب معاكي. وعلى فكره دي لسه مطلعاها من الفرن وقتي والله العظيم، وحتى ماسكاها بتاع السيليكون دي. وما كانش ينفع اقطعيها برضو وهي سخنه، لازم تسيبها في الفرن 10 دقايق قبل ما تطلعيها وبعد ما طفيت الفرن، وبعدين 10 دقايق تانيين على الرخام عشان تبرد خالص. بس انا بقى عايزه اوريها لكم، فاستعجلت بيها وبرضو كانت حلوه جدا وناجحه جدا. عايزه تخليها الكيكه بتاعتك اعلى من كده، صغري الصينيه بتاعتك. تمام، زي الفل اهي، والكيكه حلوه جدا. شايفين من جوه بيضه ازاي وفاتحه ازاي ومش لازقه في الصينيه ولا اي حاجه. شوفوا، شوفوا الجمال. والله العظيم الكاميرا كمان الاضاءه اللي عندي في المطبخ ظلماها بجد، لونها من جوه فاتح جدا، انا مش عارفه ايه اللي، بس هي شغال يعني. والله العظيم تحفه جدا، وانتوا هتجربوها هتشوفوا كمان، هتشوفوا زي يعني قد ايه هي حلوه من جوه. اهو حلوه جدا. هبدا بقى ايه، اخلي من الصينيه قبل ما احطها في علبه. الكيكه لازم تبرد تماما عشان ما تعرقش في العلبه و... وتبوظ منك. ماشي، لازم تبردها كويس. فانا عشان هساعدها ازاي، هجيب صينيه واجيب الكيكه بتاعتي واخد من الصينيه من دي واحط على الصينيه واسيبها متفرده كلها على بعضها. واللهم صل على سيدنا محمد. وبعد كده بقى ايه احطها في شايفين؟ شايفين؟ انا اللي قطعتها على فكره، وهوريكم دلوقتي. لو وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو اعملي لايك للفيديو، لو استفدتي قولي لي ايه الملحوظه اللي عندك لو لاحظتها في الفيديو، ولو اي حاجه ما عجبتكيش في الفيديو قولي لي عليها، وان شاء الله الفيديو الجاي تكون متغيره. اعذروني على التصوير يعني وعلى الكلام، بس انا لسه يعني برضو مش واخده على الدنيا قد كده، فاعذروني. بس شوفوا الكميه قد ايه وحتت كبيره والله مش صغيره. شوفوا الكميه اللي البيضتين طلعوها لي، البرتقانه واحده طلعتها، كوبايتين دقيق بس طلعتها لي، نص كوبايه زيت وكمان ربع كوبايه زيت تطلع لي الكميه دي. ايه رايكم بجد فيها؟ يا رب تكون الطريقه بتاعتي سهله وعجبتكم، وبألف هنا يا رب اللي يجربها وياكل. باي باي.